تخيل لو حصل مشكلة ما بينك وما بين الولد ده وقررت ان انت هتتخانق معاه، هتخش في الخناقة وانت في قلبك ذرة خوف، ولا هتبقى داخل وانت واثق مليون في المية ان انت هتمسكه تكسره؟ طبعا هتمسكه تكسره عشان شكله غلبان غلب السنين، صح؟ احب اقول لك ان ده يوم يبقى اسود في حياتك لو فكرت ان انت تتخانق معاه. تعالى معايا رحلة في لاس فيجاس أمريكا، وبالتحديد في منظمة اليو اف سي، أكبر منظمة قتال في العالم. واضح من هتاف الناس إن في بطولة شغالة، لو بصيت حواليك هتعرفهم من ودانهم، مصارعين شكلهم مرعب، ودانهم مقفلة من كتر الاحتكاكات، وأجسام مفتولة العضلات، واقفين بيتفرجوا بيشوفوا في النص القتال الأهم، القتال على حزام اليو اف سي للجوجيتسو. ومن الواضح إن كله منبهر، وكلهم واقفين بيتفرجوا على الشخص اللي على وشك إن هو يتوج بطل الحزام. لكن على غير التوقعات، بدل ما تلاقي شخص مرعب مفتول العضلات وبدقن، تلاقي الولد ده ولد صغير بنضارة واكل نص وشه، شكله هربان من درس الحساب. الولد ده هو مايكي موسوماتشي، أسطورة الجوجيتسو اللي عايشة وسطنا. في بداية الألفينات كانت رياضة الجوجيتسو لسه بتتطور، وكان من أساطيرها مارسيلو جارسيا، واحد من أعظم وأفخم وأحلى الناس اللي ممكن تتفرج عليهم. كانت فيديوهاته بتنزل على اليوتيوب وكنا بنتفرج عليها واحنا صغيرين. كان من ضمن الناس اللي بتتفرج على فيديوهاته وهو بيلعب في البطولات مايكي موسوماتشي، البطل بتاع قصتنا. مايكي ابتدى الجيتسو وهو عنده 4 سنين. كان بيقعد يتفرج على ماتشات مارسيلو جارسيا على يوتيوب بهوس شديد، كان مغرم باللعبه، وكان بيروح ياخد العرايس واللعب بتاعت اخته الكبيره ويقعد يجرب عليها الحركات لغايه ما يقطعها. وكان بيقول وقتها ان هو مش فاهم، بس كان بيحاول يقلد التكنيكات وخلاص. وعشان كده اهله دخلوه يلعب رياضه الجيتسو وسمحوا له ان هو يبتدي يطور من نفسه. وهوسه بالرياضه كان بيزيد كل يوم بيتمرن فيه، واللي كان بيساعده ان اخته كمان كانت بتلعب الرياضه دي، فكان بيتمرن معاها على طول. واللي كان متميز جدا عن مايكي ان هو ما كانش بيبص للرياضه دي كانها رياضه قتاليه عنيفه، وكان بيشوف ان كل حركه خصمه بيعملها ضده عامله زي المساله الحسابيه اللي ليها حل واجابه واضحه. What do you think it is about jiu-jitsu that connected so well with you? I really like math and problem solving. وعشان جسمه كان ضعيف، وكان لما بيقف قدام مصارعين عادة بيقع وبيتاخد عليه نقط، فهو ابتدى ان هو يمرن جسمه وهو بيلعب من على الارض، محترف في الهجوم على الرجلين، بالذات من بوزيشنز رئيسية زي البريمبولو والاكس جارد والبوزيشنز اللي بتهاجم الرجلين على طول. سنة 2013 اترقى الحزام بنفسجي، كسب بطولة العالم في الحزام البنفسجي وترقى لحزام بني. 2015 اترقى حزام اسود على ايد جيلبرت بيرنز، مقاتل اليو اف سي المشهور. وهو ما كانش بيترقى كده بالساهل، لكن هو كان بيكسب بطولة العالم في الحزام اللي هو فيه، ومدربه كان بيرقيه على طول بعديها كل سنة. لكن المرة دي لما طلع للمستوى الحزام الاسود واجه مشكلة كبيرة جدا. I didn't know if I could win black belt worlds yet though, because that was too much to think about, you know. فرق المستويات والفرق ما بين الأعمار كان قوي وصعب عليه، ووقتها لما حس بالفرق ابتدى ان هو يتمرن اكتر، وكان ده دافع ليه ان هو يخلص كل طاقته قبل ما يروح المدرسة. انت فاهم احنا بنتكلم على طفل عنده كام سنة؟ ده لسه في المدرسة. في 2017 شارك في بطولة العالم للحزام الاسود، وقدر ان هو يكسب كل المنافسين لحد ما وصل للنهائي. في النهائي واجه بطل له شعبية كبيرة جدا اسمه جاو مياو، قطة. المهم هو دخل القتال ومعركة طويلة وشديدة جدا قدام جاو، وكان على وشك ان هو يخسر، لكن في اخر 30 ثانية بيوصف حالته ان هو دخل في حالة من الغضب وفقد السيطرة على مخه، وجسمه هو اللي ابتدى يتحرك، وفي لحظة قدر ان هو يقلب خصمه بسويب ويكسبه بفرق صغير جدا. في اللحظة دي توج بطل للعالم للجوجيتسو في الحزام الاسود. لكن على عكس توقعاته، بدل ما الناس ما تسقف له، لقى الناس بتهتف ضده، كلهم متضايقين ان هو كسب، لدرجة ان هو شاف صحاب ليه بيهتفوا ضده معاه. When I fought Juan, everyone was booing me. I was like, why is everyone booing me? What did I do to them? It was traumatizing for me because I never was in a situation like that where I felt everyone wanted me to lose. And even people I was friends with, I saw them cheering against me, which was kind of messed up. But they all have their reasons. وعلى قد ما بالنسبة للناس كتير ده عادي، على قد ما هو شخصيته انطوائية وحساسة جدا، وما قدرش ان هو يستحمل، وما كانش قادر ياخد الموضوع ببساطة، فاكتئب وانطوى على نفسه اكتر ما هو منطوي، وبطل يلعب جوجيتسو. لكن مش طبع مايكي ان هو لما بيواجه حاجة صعبة ان هو بيستسلم. وقتها اكتر حاجة ساعدته ان هو ابتدى يقرب لربنا، ولما عمل كده حس ان ربنا قريب منه ومعاه، ومش هيسيبه حتى لو كل الناس هتفت ضده. I became very religious after that. I started going to church
and I started really finding God. ولما رجع للتمرين تاني بصله على اساس ان هو حاجه بيعملها عشان يستمتع مش عشان واجب هو بيعمله، وبالتالي رجع له الشغف وابتدى ان هو يتمرن، بل وكمان مستواه اتحسن اكتر بكتير من قبل كده. من هنا كل حاجه هتتغير. بطوله العالم 2018 الحزام الاسود كسبها، بطوله العالم 2019 كسبها، لعب في بطوله اوروبا المفتوحه ولعب خصم 3 اضعاف حجمه وكسبه، لعب قدام محمد علي بني ادم مرعب مفتول العضلات من اساطير الجوجيتسو وكان على وشك ان هو يكسب لولا فرق صغير جدا في النقط. سنه 2021 ابتدى ان هو ياخد الجوجيتسو بتاعه الخطوه اكبر، وده ان هو ابتدى يخش في البطولات النوجي او بطولات اللي بدون بدله، واللي الناس كانت فاكره ان هو مش هيأدي فيها لان هو معتمد على مسكات البدله وطول عمره بيلعبها. لكن المبهر ان هو لما دخل في بطوله ووز نمبر 1 واحده من اكبر البطولات اللي موجوده على الساحه قدر يكسب اكبر اسماء في الجوجيتسو. بعد كده لعب لوكاس بينيرو كسبه فوتلوك، بعد كده لعب واحد من مشاهير الجوجيتسو جيو مارتينيز وقدر ان هو يتغلب عليه برير نيك تشوك او خنقه من الظهر. في الاخر واجه الاسطوره جابرييل سوزا وخسر ضده. سنه 2022 كمل مسيرته وابتدى ان هو يخش في بطوله 1 اف سي، بطوله مشهوره جدا للام ام اي وليها فرع خاص بالجوجيتسو بيلعب فيه ناس اقوياء جدا. اول حد يواجهه كان ايماناري، مخترع الايماناري رول بتاعه الهجمات على الرجلين، واللي مايك قدر ان هو يكسبه بطريقه جميله جدا بخنق برضه من الظهر، وفي وقت قليل بقى حامل الحزام. في اول قتال ليه على الحزام واجه الوحش المغولي بنتامور بايندوران، يعني واضح ان هو من اسمه كده ان هو وحش، ولعبوا قتال قطع فيه مفاصل رجليه كلها. Ooh, I'm sorry, ladies and gentlemen, that looks very painful. That's the Mikey lock. That's the Mikey lock. قطع له MCL ACL ومنسكس، دول الاربطه الثلاثه بتوع الرباط الصليبي اصلا قطعهم له كلهم، وكمان قطع له مشط رجله. وعشان تعرف ان خصمه كان فعلا وحش، خصمه ما استسلمش بعد كل التقطيع ده، ومايكي كسبه بعد ما الوقت ما خلص، لان خصمه بعد ما تقطع له رجليه كلها ما استسلمش. ده مثل من امثله البني ادمين اللي هو بيواجههم. Been training 22 years. I never broke someone's leg that much. I've broken a lot of legs, but the amount that leg exploded, I didn't know what to do, and like it was just disgusting and gross. I really wish he tapped. تاني قتال ليه على الحزام واجه البطل اليمني أسامة المرواني، واللي قدر يكسر له برضه رجله وتغلب عليه، وكسب بعدها المتحدي الثالث للحزام جاريد بروكس، واللي كان حامل اللقب في الام ام اي في نفس الميزان. سنة 2023 واجه شينيا ايوكي، مخترع الايوكي لوك بتاعة الهجوم على الرجلين، وكسبه بالايوكي لوك بتاعته اللي هو اخترعها. يعني تخيل كده انت بتخترع تكنيك وتطوره، وبعد كده يجي واحد زي مايكي موسوماتشي ده ويقوم جاي وعامل التكنيك بتاعك فيك ويكسبك بيه. وتستمر سلسلة الانتصارات بتاعته لحد ما نوصل للسنة دي سنة 2025 في اليو اف سي، أكبر وأول حدث للجوجيتسو في تاريخ اليو اف سي. أكبر مصارعين ومقاتلين على مستوى العالم جايين عشان يتحدوا بعض، وفي النهاية هيلعب مايكي موسوماتشي ضد ريرسون جابرييل على الحزام، واللي هتدور ما بينهم معركة ل3 جولات تنتهي بأن مايكي موسوماتشي هياخد خصمه إخضاع بكسر الرجل او هيل هوك. يعني كده مايكي موسوماتشي بقى اول بطل في اليو اف سي للجوجيتسو في ميزان ال 61 كيلو. UFC BJJ Bantamweight Champion of the World, Mikey Musumeci. هنا بقى تعالى نفكر مايكي موسوماتشي ده بيمثل ايه. لو انت من الناس اللي بتبص في المرايه وبتقول انا شكلي ما ينفعش الشيء الفلاني او الشيء العلاني، اعرف ان انت بتضحك على نفسك. الحاجه الوحيده اللي بتحدد انت هتبقى شاطر في حاجه ولا لا هو حبك ليها، واللي خلى مايكي يوصل للي هو وصل له ما كانش هبات جسديه مثلا او قدره مميزه او اي حاجه، لكن هو استخدم حبه للجوجيتسو في صالحه. فضل يسمع لقلبه وما استسلمش، وما فضلش يفكر انا ممكن اوصل ولا ما اوصلش، وما بصش للنهايه، لكن هو كان بيروح يعمل اللي هو بيحب يعمله كل مره من غير ما يبالي، من غير ما يهتم. ان انت شكلك مش شبه المقاتلين دي مش حاجه هتفرق، ولو انت شخص من الاشخاص الضخمه المخيفه انصحك ان انت تحترم وتتواضع لاي حد ممكن تواجهه، لان ممكن ورا وش غلبان بريء تلاقي وحش اقوى مما انت متخيل بكتير. فاوعى تستهين بحد، واوعى تحكم على الكتاب من غلافه. بس كده، اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا واشوفكم قريب ان شاء الله.